ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا النهارده بعد انتهاء مسلسل النزوه. النهارده حابب اتكلم عنه واقول لكم ايه رايي في المسلسل، سواء هو عجبني ولا لا، هل هو فعلا يستاهل المشاهده ولا لا. كل ده هنعرفه في الحلقه. وقبل ما نخش في الحلقه، معلش لو حلقه الترشيحات اتاخرت شويه، ان شاء الله هحاول النهارده انزل لكم فيديو ذا سويمرز، وبعد كده انزل حلقه الترشيحات. وبس حبيت بس كده اعتذر كده في الاول قبل ما نخش في الفيديو. ويلا بينا بقى نعرف ايه هو رأيي في مسلسل النزوة من وجهة نظري الشخصية. احداث مسلسل النزوة المفروض بتركز على عمر هو وعيلته والكلام ده، وفي المفروض بنشوف ان يعني هو بيتقابل مع ضابط وبيحكي له عن قصته وقصة حياته والكلام ده كله كفلاش باك، عشان جريمة قتل المفروض في شخص اتقتل وبيحققوا فيه، عايزين يعرفوا مين القاتل. تمام تمام، مفيش مشاكل. المشكلة بقى هنعرفها كمان شوية، بس قبل ما اخلص موضوع القصة ده، المفروض ان احنا بنشوف بقى شخصيات كتيرة وقصص رومانسية وحاجات كده، كل ده في مسلسلات. فهل يا ترى اللي هيحصل والمسلسل يودينا لفين؟ كل ده بنعرفه من احداث المسلسل. اوكي ماشي. مسلسل مبدئيا كده، مسلسل النزوة هو من تأليف محمد الحاج، اللي هو اشهر حاجة تقريبا عملها هو المسلسل ده، وكان قبليه عمل 3 حاجات يعني. وده اول مسلسل ليه يعني. والمخرج امير رمسيس اللي ما يعرفوش، هو اخرج حاجات كتيرة يعني، بس من يعني الراجل ده متخصص في الحاجات المهرجانات. هتلاقيه مثلا اخرج فيلم نور الشريف اللي هو بتوقيت القاهرة، فيلم اندر ريتد جدا يعني. واخرج برضو اول فيلم للثلاثي ورقة شفرة، فيلم حلو جدا الصراحة. فاحنا معانا مخرج، المفروض ان هو مخرج كويس يعني مخرج كويس. فهل يا ترى المسلسل عامل ازاي؟ انا شايف من وجهة نظري الشخصية طبعا، في الاول في الاخر المسلسل كويس وحلو، والقصص الرومانسية فيها كويسة، وبالذات ان المسلسل ده مقتبس عن مسلسل اجنبي اسمه ذا افير، وهم بيعترفوا في كده في اول قبل ما نخش على التترات حتى. مفيش مشاكل، بس انت عملت لي ايه زيادة؟ اللي انا شفته، انا ما شفتش مسلسل اجنبي، بس اللي انا شفته مش واقعي قوي، اللي هو في حاجه مجتمع مصري مثلا يعني. ما خلينيش اصدق قوي الحكايه، على الرغم من ان المسلسل ممتع. هو 15 حلقه بس حسيت ان احنا يعني مشكلتي في المسلسل من ناحيه العيوب يعني، ان هو طويل زياده عن اللزوم. 15 حلقه كتير قوي على مسلسل زي ده. المسلسل ده لو كان خلص في 10 ولا 6 حلقات كان يبقى احسن له، بالذات ان احنا بنتكلم في ان في غموض وفي سسبنس وفي رومانسيه وحاجات كتيره بتحصل. كل ده بيحصل يعني. انا لفتره من الفترات نسيت اللي احنا عندنا اصلا لغز جريمه قتل وبنحقق فيه يعني. فانا مش فاهم بصراحه. المشكله يعني في الحته دي ان انت ماشي في خط و- ومشيت فيه جامد لدرجه ان انت نسيت اصلا اللي انت كنت جاي فيه من الاول. وانا مش عايز اتكلم يعني بتفاصيل اكتر عشان ما يبقاش في حرق يعني. بس عموما من مميزات المسلسل الاخراج حلو جدا في المسلسل، التصوير جميل. اغنيه التتر البدايه حلوه قوي الصراحه يعني، اغنيه حلوه جدا. الموسيقى كويسه ما فيهاش مشاكل يعني، ولا فيها حاجه ملفته. خالد النبوي وعائشه بن احمد وكل الممثلين اللي كانوا موجودين في المسلسل، عمر الشناوي، كلهم كانوا كويسين جدا. مفيش مشاكل في الاداء التمثيلي. هو في مشاكل بس، ولا في مشاكل في الاخراج، هو في مشاكل في السيناريو والحوار، في مشاكل في القصه اللي احنا بنحكيها اصلا. هي المشكله ان انا بجد في اخر حلقتين حسيت ان هم يلا يا جماعه يلا نلم الدنيا، يلا عايزين نخلص المسلسل دلوقتي حالا، فيلا اعملوا اي حاجه، حلوا لنا اللغز. المشكله ان انت بسخريه القدر في اخر حلقه بتحصل واحده من اسوأ النهايات اللي ممكن تشوفها في حياتك. نهايه اللي هو ايه؟ بنمهد لجزء تاني. ده لو اصلا واحد عنده تقل يتفرج على جزء تاني بعد ما خلص 15 حلقه يعني. احنا بنهزر يا جماعه يعني، احنا بنهزر بجد يعني. انتوا ما شفتوش حتى مسلسلات شاهد اللي فاتت؟ كانت مشكلتها زي الليله واللي فيها وعد ابليس والحاجات دي، كانت مشكلتهم الاساسيه كانوا ماشيين كويس جدا. والمشكله ان هم جم في وقت من الاوقات اللي هو يلا يا جماعه هنمهد لجزء تاني. دي اسوأ حاجه ممكن تحصل، وحركه انا ما عجبتنيش خالص.
ومش حاجة حلوة خالص. وفي الاخر يعني تقييم المسلسل هو 6/10. واحد من المسلسلات اللي انا كان نفسي يبقى احسن من كده، وكان عندي امل، مش امل كبير بس كان عندي امل ان هو يبقى حاجة حلوة. بس للأسف احنا زي بقية مسلسلات شاهد اللي للأسف بتبتدي كويس جدا وبتبقى في طريقها ان هي تبقى مسلسلات حلوة، وفي الاخر بيحصل كرواتة في النهاية. بس ده كان كل رأيي وكان كل كلامي على الفيديو. اتمنى طبعا تقولوا لي ايه رأيكم، سواء انتم متفقين معايا ولا لا. وياريت طبعا قبل ما نقفل تعرفوا ان ده رأيي الشخصي. في الاخر ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وباي باي.